نبدأ الفيديو بان احنا نصلي على النبي كده ونحمد ربنا على كل حال من كل احوالنا ونشرب ميه عشان نبقى حلوين وبشرتنا حلوه. وشكرا يا رب على النعم الجميله اللي في حياتنا. والنهارده هنتكلم عن نعمه من نعم حياتنا برضو، يعني في القرن اللي احنا عايشين فيه ده او في الجيل اللي احنا عايشين فيه ده، وهو الشامبوهات. الشامبوهات يعني حاجه جميله، اكيد ما كانتش موجوده زمان بس عامله لنا مشاكل برضو، بس هي نعمه يعني مش مشكله عادي. طبعا احنا في الصيف، ويعني انا عندي كميه شامبوهات كتيره جدا، يعني بغير كل شويه بجيب شامبوهات. وانتوا عارفين يعني اللي متابعني عارف ان انا بستخدم دايما كيش كينج. كيش كينج استخدمته فتره من الفترات، وهو من الحاجات الحلوه جدا، ظبطت لي تقل شعري، رجعت لي شعري تقيل تاني بعد ما اتقصف وباظ من البروتين. كان قد كده قد الخيط، كان صعب قوي، كان حرفيا قد المسكره دي تقريبا. طبعا الفكره كلها ان ليه كان شعري بيقع بعد البروتين؟ طبيعي عشان بيتقل، الشعرايه بتتقل فبتقع، بتتقل الشعرايه نفسها، وزنها الشعرايه نفسها، مش الشعر كله بيتقل، لا الشعرايه نفسها وزنها بيتقل فبتقع. فروه الراس بتتضرر وبتحصل لها افرازات دهنيه كتير وقشره كتير، فما بتاخد الشعرايه، ما بتتنفسش اصلا فبتقع. حاجات كتيره قوي. فحل للمشكله دي ان دايما تدوري على السبب. عارفه المثل الفرنسي بتاع تشيرشي لا فام، يعني ابحث فتش عن المراه، هو السبب هو القشره او نظافه فروه الراس. انا النهارده جايبه لكم الشامبوهات اللي ممكن تساهم ان فروه الراس تبقى نظيفه وتحافظ على النعومه. انا كنت بستخدم الفيف هالورون اللي هو الموف ده، حلو برضو جميل. يعني كيش كينج والفيف هالورون هما الحاضر الغائب في الحته دي بصراحه، من الحاجات اللي كويسه جدا. يعني انت عايزه شعرك يرجع يتقل وصحته كويسه وتخلصي برضو من القشره، كيش كينج بلا منازع. عايزه بس تخلصي من القشره وخلاص، اي حاجه تانية هقولك عليها، حاجات تانية كتير، في اوبشنز كتير قوي. الشامبوهات لازم فروه راسك تبقى نظيفه جدا، اللي هو بلاطه. تحط ايدك كده على فروه راسك تحسي ان هي بلاطه. ربنا يعافينا، يعني ما تكونش بلاطه، يعني تكون هي ما فيهاش قشره. طول ما هي فيها قشره الشعرايه مش هتتنفس، فبالتالي هتقع. وفروه راس لازم تبقى نظيفه كمان عشان العرق والكلام ده كله. يفضل ان احنا نغسل شعرنا في الصيف مرتين او 3 في الاسبوع، في الشتاء كفايه مره كل 5 ايام او مره كل اسبوع، حسب انتي روتين حياتك عامل ازاي. مش دعوه انت بتستحمي كل قد ايه، انا مش دعوه خالص، انتي وحره. تعالى حط على هنا كده عشان تبقى مترتب من الطويل للقصير. اول حاجه مجموعه الفيف كلها بالهالورون اللي هي اللي لونها موف عجبتني، ما كانتش وحشه. ده بالكيراتين هعمل لكم عنه ريفيو دلوقتي. بصراحه حسيته طرى الشعرايه وفردها بشكل حلو جدا، ويعني هو اسمه برو كيراتين وزيت الحبه السوداء. يعني هو حسيته ان هو يعني فرد الشعرايه بسهوله، معرفش ليه حسيته فرد الشعرايه معايا بسهوله جدا، وريحته تحفه 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 تحفه. بصراحه ده مش اعلان اصلا، ولا انا يعني حاليا انا مش ببيع المنتج ده، مش دلوقتي يعني، مش الفتره دي ببيع المنتج ده. ممكن اوفره لكم، بس هو متوفر في كل الصيدليات وكل المحلات، بس هاتيه من مكان موثوق برضو. اوعي تروحي تجيبيه من السوبر ماركت لو سمحتي، هاتيه من الصيدليه. دايما لو سمحتي يا تجيبي الحاجه من الصيدليه يا تجيبيها من دكتور او حد موثوق فيه، يعني مع احترامي لكل الناس، بس حاولي دايما تجيبي الحاجه من مكان موثوق. لو مش دكتور بس انت واثقه فيه يعني احسن واحسن. طبعا تكون حد انت واثقه من امانته في اختياره للمنتج ليكي او لنفسه حتى، ويكون بيجرب المنتج على نفسه، او حد انت واثقه فيه، يعني لازم تكوني واثقه فيه. برضو الفيف توتال ريبير ده ظريف بس ما عجبنيش قوي، ريحته بس اللي حلوه، لكن ما كانش بينضف فروه راس بقوه. ده بينضف فروه راس حلوه قوي 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 قوي. اللي بينضف فروه الراس بقى وينشفها مع بعض الكيتوكونازول او النيزابيكس او النيزورال. شامبوهات القشره ممتازه جدا في علاج القشره، لكن كفايه عليها مره مرتين 3 بالكتير قوي. بعد كده تلاقي شعرك بيبتدي ينشف ويجعد كده ويتلم
ويبقى فريكلينج حاجه كده رخمه كده اللي هو ما تفهميش هو ايه. تبقى حاجه كده بايظه كده في بعضها. انت ممكن تقفلي بعدها ببلسم، بس ساعات كتيره ناس بتبقى فروتها حساسه ضد البلسم وضد وبتستخدمه غلط. يعني انت ممكن تحطي البلسم على اطراف شعرك تقومي مسرحه وجايبه جزء من الفرشه على فروه الراس، فاحنا كده ما حليناش حاجه، حطينا دهون على فروه الراس وبهدلنا الدنيا. فبصراحه ده من الحاجات اللي كانت كفايه قوي. حسيتها شامبو وبلسم مع بعض، مع ان ليها بلسم وعندي، بس انا لسه مجربتوش. يعني انا عندي في البيت بس لسه ما جربتوش بصراحه، يعني عشان اقدر اعمل لكم عنه ريفيو. بس ده كان كفايه بالنسبه لي. انا غسلت بيه شعري مرتين. الغسيل يا جماعه تغسلي شعرك، تركزي على فروه الراس، ويفضل تسيبيه شويه، قيمه مثلا 5 دقايق كده، حلو قوي، كفايه قوي عليه 5 دقايق. تسيبيه 5 دقايق، وممكن تغسلي مرتين في حسب شده اتساخ الشعر. معلش يعني المراه العامله او البنت اللي بتشتغل غير البنت اللي متعززه في البيت وقاعده في البيت، يعني ما بتتعرضش للهواء والتراب والحر والزفت اللي احنا بنشوفه. فعموما حاولي ان انت تنظفي فروه راسك بشكل كويس مره مرتين، انت حسب استخدامك. بتاخدي حاجه بسيطه قد كده، قد المعلقه، حسب برضو طول شعرك. ما حدش هيقولك، يعني اساليني في الكومنتات انا هقولك ممكن تعملي ايه، بس حسب الكيس بتاعتك. والله انا طول شعري نص الظهر، والله انا طول شعري قصير للرقبه، مش هنقص كتير. والله انا ما بخرجش كتير، ما بعرقش كتير، مش هتعوزي تغسليه كتير. والله انا بخرج كل يوم، هتعوزي تغسليه كتير برضو كل يومين او في ناس بتغسل كل يوم. اي نعم ده اذيه، بس في ناس بتعمل كده، وفي ناس من حقها تعمل كده عشان بتعرق كتير، ده امر طبيعي يا جماعه. فده من الحاجات اللي مع الغسيل. لما عملت شعري بيبليس، كانت البيبليس سهله قوي، وعملته سشوار وبعدها بيبليس، كانت البيبليس سهله وفضل شعري مفرود. حسيت ان الدنيا حلوه كده مع شعري. ده لا خالص. قال ايه هو ايه؟ ورده اريحه، سيراميد وورده اريحه. دي سيراميد ماده كيميائيه، انا كنت فاكره ان احنا كنا بندرسها باين في الفيزياء، بس انا مش فاكره هي لازمتها ايه اصلا. وخلاصه ورده اريحه، يعني ورده من غزه مثلا، من فلسطين، مش عارفه مين اللي هنا من فلسطين يقول لي. قولي انتوا من بلد ايه، بتتابعوني من بلد ايه. ما حسيتوش لا بيعمل علامات، هو بيعمل علامات تلف، حتى ما حسيتوش بينظف فروه الراس. ده يعني انا ما عجبنيش، هو مجرد ريحه كويسه وخلاص للشعر. عجب ناس تانية. ده لو عايزه تدمري شعرك نفسه بس تخلي الفروه حلوه، ده بينشف الشعر يا جماعه. فده لازم تستخدمي بعديه بلسم، بس ما تجيبيش البلسم على فروه الراس. بصي، عايزه تستخدمي بلسم، انا من رايي انك تسرحي شعرك، تغسلي شعرك كويس جدا من البلسم، وما تسرحي شعرك، استنى اما ينشف خالص، عشان نقطه الميه اللي موجوده فيها شويه بلسم ما تجيش على فروه راسك. اسالوني في الكومنتات الاسئله اللي انتوا عايزينها، انا معاكم. هرحب معاكم كل الاسئله. اللي عايز يتواصل معانا والفريق بيرد عليه من اللينكات اللي تحت اللي تحت العنوان، صندوق الوصف. اظن كلكم كبرتوا عارفين يعني ايه صندوق الوصف. فاللي عايز برضو يطلب المنتجات دي اونلاين برضو متوفره من الستور عندنا. اهلا وسهلا بيكم طبعا، وبنتابع معاكم النتائج، ونشوفكم على خير الحلقه الجايه. يا ريت تعملوا سبسكرايب، ولو المحتوى ده عجبكم اعملوا لايك كتقديرا منكم على المجهود او الريفيو او تجربتي اللي بشارك معاكم بيها. اشوفكم على خير وسلام.